بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. السيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه، تحيه طيبه لحضرتك ونتمنى الخير ونتمنى الصحه والعافيه لمعاليك. وكان عندي استفسار بس كده احب اوجهه لسعادتك، بما ان حضرتك المسؤول الاول والاخير عن التامينات والمعاشات والمشاكل اللي احنا بنشوفها في المعاشات من ساعه القانون ما تعدل في 2020 وحتى تاريخه. احنا كلنا عارفين ان المعاش المبكر واقف من 31 ديسمبر 2019، يعني من يناير 2020 وحتى اخر 2024 ما حدش كان بيقدم معاش، واللي عايز يقدم دلوقتي ليه شروط معينه، وكلنا طبعا عارفين الشروط بتاعه المعاش المبكر. عشان تخرج معاش مبكر يعني لازم الاول طبعا تقدم استقالتك من الشركه اللي انت فيها، ويكون عندك 25 سنه تامينات، ويكون متوسط التسويق بتاعتك اخر 5 سنين تتعدل 50% من دخلك، وطبعا شروط طبعا تعجيزيه، وصعب جدا ان حد ينطبق عليه الشروط في الوضع الحالي والاجباري، وفي الاخر كله بيتحول او كله ملفه بيتركن في الثمانينات لحد ما يتم ال 60 ويروح بعد ما يتم ال 60 يبدا يصرف معاشه. ده المعاش مبكر. جميل جميل. طيب في انواع تانية من المعاشات طبعا كلنا عارفينها، اللي هي العجز. صح؟ لا قدر الله واحد شغال طبيعي جدا في مجال عمله، وهوبا حصلت له امراض معينه او جاله مرض او حصلت له اصابه، ايا كان اللي حصل له، فسيادتك بيطلع له بيروح يعمل لجنه طبيه وبيكشف، وطبعا الدكاتره التابعه للدوله هي اللي بتقرر نسبه العجز اللي عنده، وبناء عليه بيبدا يتحول للمعاشات عشان ياخد معاش على حسب نسبه العجز. يعني مثلا لو واحد نسبه عجز كلي، ده كده شكرا بيطلع عجز كلي، يعني بياخد معاش المفروض بيتعامل معامله المعاش ال60، ان ده ما عندوش المقدره ان هو يشتغل تاني بعد ما خد قرار رسمي من اللجنه الطبيه الخاصه بالهيئه ووزاره الصحه ان هو معاش عجز كلي. جميل. هل من المنطق سياده اللواء رئيس الهيئه القوميه للتنميه الاجتماعيه، هل من المنطق ان الواحد يجي يطلع عجز كلي في 2025 وياخد معاش 1476 جنيه؟ الحد الادنى للمعاشات، الحد الادنى للتامينات هو اصلا فوق ال 2000 جنيه. الحد الادنى للتامينات للشركات اللي بتامن على الموظفين اكتر من الرقم ده، اكتر. فهل من المنطق لما واحد يكون طالع عجز كلي، يعني هو مش هيقدر يشتغل تاني، يعني الراجل ده عنده عجز تام، هو هياخد فلوس من التأمينات عشان يعرف ياكل ويعيش وغير مسموح ليه بالعمل، ده معناه العجز الكلي اللي خرج التقرير الطبي، وعندي الملف ده ومعايا الحالة دي معايا كل الورق ومعايا كل الاقرارات الطبيه اللي بتقول ان الراجل ده لا يستطيع العمل. ايه مشاكله؟ عنده مشاكل في القلب. ايه المشكله اللي في القلب؟ القلب بيعمل بقوه 20%، بس قلبه بيعمل بقوه 20% او 25%، عشان انا مش فاكر بالظبط الرقم او النسبه اللي مكتوبه، يعني النسبه اللي الدكتور حاططها لقوه القلب عنده عشان يقدر يعيش هو قوة قلبه 25% بس، ربع. هو عايش بربع قوة قلبه، فخد عجز كلي. لما يجي يخلص معاشه ويخلص اجراءات معاشه يتفاجئ ان المعاش اللي طالع له 1476 جنيه. ايه تفسيرها؟ طب احنا معاش مبكر وقفناه، قلنا ان دي كانت خطوه قبل كده خطا من الحكومه وصدرت فيها التامينات، والطبيعي عشان تطلع معاش مبكر لازم يكون ليك شروط معينه، فحصل توفير. بقالك 5 سنين دلوقتي تقريبا مفيش مخلوق خرج معاش مبكر. معنى كده ان كل الاشتراكات اللي كانت او كل الاشتراكات اللي كانت بتتقص من التامينات بسبب الناس اللي كانت بتخرج معاش اتوفرت. كل ده اتوفر سواء من الحكومه او من القطاع الخاص. صح؟ دلوقتي 5 سنين مفيش مخلوق خرج معاش مبكر. معنى كده ان حصل وفره في الهيئه القوميه كامور ماديه. هل ما ينفعش نعمل او نستثني قانون للناس اللي عندها العجز الكلي؟
اللي هو هيخرج من شغله يرقد في البيت مجبر، ومين طبعا صاحب شغل واحد هيروح له هو واخد معاش مبكر، واخد طالع معاش عشان الراجل ده عجز كلي، يعني ما ينفعش يشتغل. فطبيعي انا كصاحب عمل عمري ما هقبله عندي، لا يموت في الشغل عندي شايل المسؤوليه، لا يا عم اقعد في بيتك يابا ربنا يديك الصحه. يبقى انا لما اديله عجز كلي وقعده في البيت اطلع له 1500 جنيه؟ 1500 جنيه يعيش بيهم؟ المفروض ان هو يعيش ب 1500 جنيه راجل عنده عجز كلي مريض؟ انهي منطق وانهي عقل وانهي اي حاجه تقول ان ده ينفع؟ ده سؤالي الموجه لحضرتك. حضرتك ارجع للكلام ده سواء حكومه او قطاع خاص. انا بتكلم على القطاع الخاص. انا دايما شغلي كله وكل القضايا اللي بتجيلي والمشاكل اللي بتجيلي في التامينات كلها قطاع خاص مش حكومه. ماليش دعوه بالحكومه. انا بتكلم على القطاع الخاص، ان القاعده الاكبر في المجتمع هي القطاع الخاص. لما يجي حاله من الحالات اتفاجئ ان هو معاشه 1500 جنيه وهو عجز كلي يعني ما ينفعش يشتغل تاني، يعني الراجل ده طريح الفراش لو اتحرك وعمل مجهود ممكن يموت. لسه قايل من شويه قوه قلبه 25%. يا ريت حضرتك لو شفت الفيديو ده يا ريت او اي حد مسؤول في التامينات او في الهيئه يطلع يرد علينا او عليا يقول لي ده يعيش ازاي. بس ده انا عايز اعرفها، يعني ايه حله؟ الراجل ده يعيش ازاي؟ الراجل ده معناه ان هو ايه؟ انت روح توفى. الاسهل ان انت تتوفى، ده الاسهل. يعني انزل يجي لك ايه؟ انزل يجي لك شويه قلبك يقف تموت، يبقى انت كده ايه؟ وفرت وريحت. 1500 جنيه لواحد خارج عجز كلي، خارج عجز كلي بياخد 1500 جنيه معاش. اتحسبت ازاي وبناء على ايه؟ الله اعلم. الله اعلم. واي حد عنده مشكله زي دي ربنا يعينك. واتمنى من الساده المسؤولين في الهيئه القوميه للدراسات الاجتماعيه وعلى راسهم رئيس الهيئه السيد اللواء جمال عوض، بعد اذن معاليك او اي حد مسؤول من الساده اللي بيردوا اعلاميا يطلع يقول هل ده حق ربنا ان واحد يطلع عجز كلي سنه داخل على 50 سنه بسبب مرض او بسبب تعب جاله وهو مؤمن عليه وعمل لجنه واللجنه الطبيه قالت ان هو يخرج عجز كلي ياخد 1500 جنيه؟ يطلع يرد علينا، عشان بصراحه ده ما يرضيش ربنا. ده كان استفسار وكان مشكله حبيت اعرضها واشوف هل حد هيرد علينا ولا لا. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.